السلام عليكم. الاهلي محتاج اصلاحات فنيه وجماهيريه واداريه وتدريبيه، بس مفيش فايده في اي اصلاح في النادي الاهلي في ظل تواجد اتحاد كوره مصمم ان هو يوقع النادي الاهلي. واللي مش عايز يصدقني ما يصدقنيش، هعمل لك ايه يعني؟ الموضوع واضح قدامنا وبسيط وكل الناس عارفاه، بس كله مطرمخ وعامل نفسه مش سامع. الاتحاد ده هو اللي سرق 2 دوري من الاهلي علنا، وكله شايف وكله عامل مش من هنا. الاتحاد ده هو اللي كاتم على نفس الاهلي، حتى النادي الاهلي مش قادر يشتكي بسبب الاتحاد العار ده، ولا يقدر يطلب حكام اجانب من اتحاد العار بتاعنا ده. اتحاد الكره ده اللي كلهم متفرغين لمهاجمه محمود عبد المنعم كهربا، هو ده قصتهم الفتره اللي فاتت. طبعا بيساعدوا مرتضى اللي هو مرمي في السجن دلوقتي، اللي ان شاء الله باذن الله تحصلوه. الاتحاد ده اللي بينهش في لحم النادي الاهلي، فعلا حرفيا بينهش في لحم النادي الاهلي بقرارات ظالمه وفاسده. الاتحاد ده اللي خبى الجواب اللي بسببه الاهلي راح لعب النهائي في المغرب، نهائي افريقيا بتلعب في المغرب، الحاجه اللي لغايه دلوقتي انا عقلي مش مستوعبها والله. ومع ذلك ما تعاقبش باي شيء. اتحاد الكوره اللي عامل حسين بقاله 3 سنين بيحط جداول شيطانيه للنادي الاهلي بحيث ان هو يوقعه في افريقيا، يوقعه في اي دوره بيلعبها، وفي اخر الدوري في النهايه يقوم مد الدوري للزمالك. هم دول ال2 دوري اللي كنا بنقول عليهم ان هم سرقوا من النادي الاهلي، وده اللي حصل الموسمين ال3 اللي فاتوا. والاهلي بيعاني وما يقدرش يحتج ولا يقول اي حاجه ولا يقدر يشتكي. هو برضه الاتحاد اللي بيضايق في النادي الاهلي ومصمم يفشل ويزعزع استقرار النادي الاهلي، هو الاتحاد اللي بيصفر جماهير الزمالك على حسابه باتوبيسات وقطورات وسندوتشات عشان يساعدوا مرتضى، وبيفتحوا لهم الاستاد بعشرات الالاف. اما جماهير الاهلي لا، ازاي؟ لازم تتعاقب في كل ماتش، لازم نعاقب جماهير النادي الاهلي. لا وكمان ايه، جماهير الزمالك بتخش تكسر وتشتم وتسب وما بتتعاقبش ولا حد يقدر يقول لها حاجه، انما جماهير الاهلي لا، ازاي؟ لو كح بس انهم مشتكين جماهير الاهلي ونوقفهم عن النشاطات بتاعتهم ان هو يمارس طبيعته. انا راجل مشجع عايز اروح الاستاد، تمنعه ليه؟ ما جماهير الزمالك بتسب وتشتم محدش بيقدر يقول لها حاجه. الاتحاد ده اللي مشغل لجان الكترونيه بفلوس كتير قوي علشان يفشل في النادي الاهلي ويسب في الكابتن محمود الخطيب، بس هو ده شغلانته. طب انتوا يا جماهير الاهلي عايزين الاهلي يتقدم ازاي في ظل الحاجات اللي بيقابلها مع الشياطين دول؟ الاتحاد ده ما عندوش مانع ان هو يموت الكوره في مصر، مصر تموت كرويا فعلا حرفيا، ما عندوش مانع يموت الكوره عادي، بس الاهلي يموت الاول. ما عندهمش مانع ان يخلوا الكوره في مصر مسخره افريقيا، بس برضه الاهلي يخسر الاول. ويجي اهلاوي يقول لك ازاي الاهلي يخسر في افريقيا؟ طيب انت يا منتخب مصر بتعمل ايه في افريقيا؟ بقول لكل اهلاوي زعلان من امبارح على الخساره بتاعت سان داونز، اللي كان عمال بالليل يقول لك ايه الجيل التعبان ده احنا كنا بننيم افريقيا من المغرب. احب اقول لك ان منتخب مصر مش نافع اصلا في افريقيا، تقوم انت تقول لي الاهلي خسر في افريقيا؟ اخر ماتش المنتخب الشباب خسران في القاهره من السنغال 4-0 في ارضه. المنتخب الكبير خسران بطوله كاس العرب في قطر وكاس افريقيا في الكاميرون وتصفيات كاس العالم من السنغال. منتخبك خسران من اثيوبيا 2-0 ومن كوريا في وديه 4-0. السنغال امبارح كسبت بطوله افريقيا للشباب بعد ما كسب بطولة افريقيا، بعد ما كسب بطولة افريقيا للمحليين، بعد ما كسب بطولة افريقيا للشواطئ. دي السنغال اللي عندها اتحاد كرة محترم وناس بتحب وبتحترم بلدها بجد، وناس بتحب وبتحترم العدل والنظام بجد. الاهلي مش هيقدر يشتغل لوحده لانه مكتفينه، ومشروع تشويه النادي الاهلي شغال بامتياز على ادق التفاصيل علشان يشوهوا النادي الاهلي زي ما اتحاد الكوره عايز بالظبط. ويا جماهير الاهلي، يا جماهير الاهلي، ليفربول خسر في ارضه 5-2 وفي ارضه، نفس النتيجه بتاعت امبارح اللي حصلت معانا. وجماهير ليفربول كانت ماليه ملعب انفيلد على اخره، بعد الماتش طالعين كلهم حزانه وزعلانين ان الليفر خسر 5 في ارضه. انما ما عملوش اللي جمهور الاهلي عمله، بيهتف وبيساند وبيآزر فريقه. ولما المذيعين استضافت بعض الجماهير بعد الماتش قالوا النادي مش هيمشي لوحده، هنآزر وهنهتف، وانت مش هتمشي لوحدك كليفربول، احنا وراك واحنا ورا النادي خسران او كسبان. شايف العقليه؟ شايف الناس بتفكر ازاي؟ امبارح بقى بعد الخساره من سان داونز في جنوب افريقيا صعقت من ردود افعال جمهور النادي الاهلي على كل مواقع التواصل الاجتماعي. كلكم بتسبوا الخطيب فجاه كده، بتسبوا الاداره فجاه كده، بتسبوا اللعيبه فجاه كده. ده شغل متعوب عليه من اتحاد الكوره، فعلا دافعين ومكلفين وصارفين. انتم مش جماهير النادي الاهلي لانكم ببساطه بتشوهوا النادي الاهلي وانساقتوا الناس مدفوع لها فلوس عشان تشوه صوره النادي الاهلي، وانت جريت وراه من غير ما تدرى. ماشي وخلاص، ماشي في نور الله، مش فاهم حاجه، بتشوه في الاهلي عيني عينك كده. على العموم السب والشتيمه ما بيطلعوش من لسان جمهور النادي الاهلي المحترم، ما يطلعش شتيمه من لسان اهلاوي محترم ابدا. اكيد اللي بيشتم ده مش اهلاوي، ومن ساق ولجان الكترونيه. لو انت اهلاوي فعلا عمرك ما هتقعد تشتم في الناس اللي جايبه لك بطولات قد كده وقبل كده كتير، وهي نفس اللعيبه اللي انت بتشتمها، وهي نفس الاداره، وهو نفس الجهاز، وهو كل حاجه. واللي بيسب ده مش اهلاوي ولا محترم اصلا. النقد انتقد عادي، محدش هيقول لك حاجه على راسنا من فوق، انما السب والشتيمه يبقى انت فعلا راجل مش محترم، ولا تربيت ولا تعرف اي حاجه عن كره القدم اصلا. لان ببساطه كره القدم اخلاق والرياضه اخلاق، مفيش رياضه في الدنيا بيبقى فيها سب وشتيمه. خساره الاهلي الكبيره في شريحه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي منساقه ورا اللجان الالكترونيه للاسف الشديد، وماشيين وراهم مش فاهمين حاجه. يلا صلي صلي وخلاص. فوق يا اهلاوي وحافظ على ناديك،
فوق يا اهلاوي وحافظ على فريقك، فوق يا اهلاوي وحافظ على اداره ناديك، فوق يا اهلاوي وحافظ على لسانك، وعيب يطلع منك كلمه عيب في حق الكابتن محمود الخطيب او في اي لاعب. انتقد براحتك، النقد عادي، مفيش مشكله انك تنتقد عيوب في النادي، تنتقد اداره، تنتقد اي حد عادي، انما تسب وتشتم اعتقد ان محدش هيصدقك لانك سباب ولعان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم ليس بسباب او لعان. انتقد يا عم، محدش يقول لك حاجه، الكاميرات قدامك اهي والمواقع التواصل كلها قدامك اهي، قول اللي انت عايزه بس من غير ما تسب وتشتم. وانا واحد من الناس منتقدهم امبارح ومنتقد افعالهم، بس اللي سمعته خلاني اتجننت وحبيت اعمل فيديو كده غير بتاع امبارح خالص، خلاني اغير عن النادي الاهلي وما بقتش قادر اسمع واشوف الحاجات دي قدامي واسكت. اي نعم انا حزين من امبارح بسبب الخمسه لتاني مره من سان داونز، ولكن حابب اقول نقطه صغيره، ان جماهير الاهلي عندها جنون العظمه عند عدد كبير من جماهير النادي الاهلي اللي بتتعامل مع المباريات بكل بساطه ان الاهلي رايح يكسب وبس، وكأن النادي الاهلي بيلاعب نفسه، ولما ما يكسبش يقوموا قايلين الاهلي بينهار، الحق الاهلي مش عارف ايه. من امتى جماهير الاهلي كده؟ هي كرة القدم كده. من كام يوم مانشستر خسران سبعة ومحدش قال نمشي المدرب ولا علق على الاداره ولا علق على اللعيبه ولا علق على اي حاجه. وعلى فكره الاسوأ من الخساره ردود افعال جمهور النادي الاهلي اللي مشيت ورا اتحاد الكوره اللي صارف ومكلف باللجان الالكترونيه للاسف الشديد، وشتيمه للاعبين بالكوم، وشتيمه للكابتن محمود الخطيب. حد بيشتم الكابتن محمود الخطيب؟ انت ازاي اهلاوي؟ خساره والله. الناس اللي بتتكلم على الكابتن محمود الخطيب نسيوا الحرب الكبيره اللي قايمه عليه وعلى النادي الاهلي، نسيوا خالد مرتجي وهو بيتكلم علنا كده اسحب الشكوى، والفيديو اتمسح بعدها بعد ما خالد مرتجي فضحهم، والنادي الاهلي مش بيقدر يحتج ولا يقدر يطلب تاجيل مبارياته. نسيتوا بسرعه اتحاد الكوره، نسيتوا بسرعه الحكام، نسيتوا بسرعه وليد العطار، نسيتوا بسرعه الرابطه. يا خساره والله، يا خساره، يا الف خساره. بصوا ببساطه كده، محدش بيفرح بالخساره، لكن التعامل مع الخساره هو اللي بيفرق بين العاقل وبين المجنون، لان الخساره هتحصل، مفيش فريق في العالم ما بيخسرش. وطبعا كلكم عارفين ان برشلونه خسر 8 من بايرن ميونخ، وكان بكامل نجومه، ومانشستر لسه خسران 7، واشبيليه لسه خسران من اتلتيكو مدريد 6 في ارضه، ليفربول امبارح خسران من نادي في اخر جدول الدوري 1-0. رساله للناس اللي بتقول الاهلي انتهى، عايز اقول لك على حاجه، الاهلي هو الاول على الدوري المصري بفارق 5 نقاط بينه وبين المركز الثاني، والاهلي هو الفريق الوحيد اللي من 20 اسبوع ما خسرش ولا ماتش في الدوري. ويا جماهير الاهلي اللي بتقولوا الفاظ وحشه على اللعيبه والكابتن محمود الخطيب، هم اللعيبه دي هي اللي خدت كاس السوبر من الزمالك في ابو ظبي، وهم برضو اللي وصلوا نهائي كاس مصر وهيقابلوا بيراميدز، هم دول برضو اللي كسبوا الزمالك في الدوري 3-0 وكسبوا برضو بيراميدز في الدوري 3-0 بس بحكام اجانب. بحكام اجانب، عشان تعرفوا ان احنا عندنا لعنه اسمها اتحاد الكره المصري. اللي بيقولوا الخطيب يمشي، اللي مش عارفين حاجه في اي حاجه دول، الخطيب احسن اداري مسك النادي الاهلي، وبالدليل الخطيب يلي بتقولوا يمشي هو بطل كل الالعاب الرياضيه في مصر بجداره، وعمرها ما حصلت من 1907. الاهلي ابطال السله والطايره واليد والسباحه وتنس الطاوله وكره الماء في الرجال وفي السيدات وفي الاشبال، زائد ان هو رابع العالم في كره القدم. ولا انتوا ناسيين ولا ايه؟ الاهلي اللي كسبان الزمالك في 48 ماتش كسبان منهم 45 ماتش، وساب للزمالك بس 3 كده زكا، عشان خسرتم في مباراه ظروفها صعبه 5-2 تقوم شاتم وسابب في النادي الاهلي وفي الكابتن محمود الخطيب. الاهلي اللي متصدر الكره في مصر حرفيا. طب انت عارف بعد ما الاهلي امبارح خسر 5-2 بقى كام نقطه؟ بأربعة من 4 ماتشات. طب تعال نشوف الزمالك عنده كام ماتش؟ 4. كام نقطه؟ 4. ما هو زي الاهلي اهو. هتقول لي بس الاهلي خسر 5. طيب عارف الاهلي فارق اهدافه كام دلوقتي؟ -1. كسب القطن 3 وتعادل مع صن داونز هنا 2-2 وخسر من الهلال 1 وخسر امبارح 5-2، بقى عنده -1. طب والزمالك برضه -1. الزمالك خسر من الترجي 2 ومن بوليسداد 1 وتعادل مع المريخ، كسب الترجي هنا 3-1، يبقى كده عنده -1. يعني الاهلي والزمالك زي بعض اهو. انما الهجوم على الاهلي لابد منه، ده شيء مهم، انما على الزمالك لا 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 ما ينفعش، لازم نقف جنبهم ونساندهم ونجيب لهم سندوتشات واتوبيسات وقطارات وندخل الجماهير ونعمل اللي هم عايزينه، ده الزمالك يا جدع. انما الاهلي لا، ندوس عليه ونتفسه ونكتمه وندوس عليه نخليه ما يطلعش ويتقدم خطوه واحده. معلش طولنا عليكم في الفيديو، بس دي نبذه عن اللي بيحصل في الاهلي، اللي انتوا بتتكلموا خلاص وافكاركم غلط ورجعيه ومش فاهمين حاجه، بترددوا وخلاص، تحكموا بافكار غريبه. افهموا يا اهلاويه الحرب اللي على الاهلي اللي ضد ناديك، وانتم اللي هتوقعوا ناديكم مش حد تاني. للاسف الشديد عندنا مشاكل في الدفاع، عندنا مشاكل في الدفاع. كولر مش بيعرف يدافع وطريقته دايما هجوميه، ومش بيعرف يعمل خطط دفاعيه. مشكلتنا بان هو بيعمل خطط دايما هجوميه وما بيفكرش في الخطط الدفاعيه. لازم اصلاح، ولكن فوق يا اهلاوي وحافظ على ناديك وحافظ على رئيس ناديك كابتن محمود الخطيب، اعظم رموز مصر. اهلاوي انا والفخر ليا، وبدعم الخطيب وبدعم الاداره وبدعم الجهاز وبدعم المدرب واللاعبين اللي دايما مشرفينا ودايما معلمين على افريقيا كلها، مش عشان خسر 5-2 فاعمل فيه كده. انا انتقدته امبارح لكن عمري ما اشتمه، وبسبب اللي شفته امبارح من شتيمه وسباب في النادي الاهلي وفي الكابتن محمود الخطيب، انا في ظهر النادي الاهلي ظالما او مظلوما. السلام عليكم.